السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيقول واحد المثل: إن لم تستطع، اسمع مزيان، إن لم تستطع إسعاد نفسك فعكر مزاج الآخرين. وهذا المثل ينطبق حرفيا، كأنه كسوه ولبسوه على وجدهم على العالم الآخر. العالم الآخر والناس ديال العالم الآخر اللي 63 سنة منذ الاستقلال ديالهم في 62 وهما كيحفروا علينا، مع العلم أن جميع الرؤساء اللي دازوا عندهم كلاو وقراو وكبروا وكلاو من خيرات المغرب وعاشوا في المغرب. ماشي هو هذا الموضوع ديالنا. آخر ما غنات أم كلثوم من بعد ما فشلوا في المحاولات ديالهم باش يقزموا، بعد ما حاولوا تقزيم المغرب امام الدول الصديقه والشقيقه العربيه والافريقيه والاوروبيه والامريكيه، فكروا بهذاك المخ الموسخ ديالهم، قالوا غنديروا واحد الحاجه اخرى، اما هي غادي نمشيو للشعب. اش غنديروا؟ ناضوا هكا القناه الالكترونيه المغرب، واحد القناه الكترونيه مغربيه هكا ودخلوا ليها وكتبوا والهكا كاين الناس ما شاء الله، كاين في جميع الدول العالم يقدر يدخل لك اي قناه. راه شفنا قناه دخلوا الهاكر، دخلوا قنوات اسرائيليه وكتبوا ميساجات عادي. هادو هكا قناه الكترونيه وكتبوا فيها بان وفاه الملك محمد السادس ملك المغرب، كتبوها وبقاو كيتسناو. اش غيتسناو؟ هيا غتنوض عندهم، كيتسحبوا حنا بحالهم، غير نسمعوا الخبار. راه شتي الا ما كانش الخبار، الا ما كانش الخبر رسمي من القصور والتشريفات من الديوان الملكي، حنا ما كان. والله ينصر سيدنا، والله يكثر حسادنا. راه شوف، غادي نهضر معاكم. تيقول الله سبحانه وتعالى: وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كنا غنموت واحد النهار، كنا فقير غني قوي ضعيف، كنا غنموتوا، رئيس ملك وزير، كنا غنموتوا، ما يبقى حتى شي واحد، حتى واحد ما غيخلد في الدنيا. وكل واحد نهار غيجي الاجل ديالو فلا تؤخروا ساعه. نهار غادي تكتب لشي واحد غادي يموت في الوقت والنهار اللي محدد ليه الله سبحانه وتعالى، ماشي البشر. فاش كتبوا هذيك التدوينه هما محاوله منهم لزعزعه استقرار المغرب وخلق البلبله او الفتنه بين الشعب والعرش، متجاهلين تلك العلاقه ما بين الشعب والعرش. احنا دايرين لها نهار 20 غشت. 20 غشت هو عيد هو نهار 20 غشت هو بالنسبه لنا احنا عيد ثوره. اسمع ثوره الملك والشعب. ثوره الملك والشعب المغربي كان دائما وراء الملوك ديالو، وراء محمد الخامس الله يرحمه، وراء محمد الخامس الله يرحمه، وراء الحسن الثاني الله يرحمه، وحنا بجنب ووراء ملكنا محمد السادس الله يحفظه وينصره على من عاداه ويشافيه ويعافيه يا رب. دابا غادي ندخل لصوب الموضوع المحوري. دابا هذاك اللي كتب، اللي دار هذيك التدوينه، او المواطن الجزائري فاش غادي يقراها اش غيستافد؟ اللي نفرض بصح
اش غتستافد انت كجزائري، كمواطن جزائري او كحكومه جزائريه؟ اش غتستافد؟ فين؟ واش غتورث؟ ما عندك ما تورث والو، ما باك ما خوك ما اختك ما عمتك ما نسيبك ما والو، ما عندك ما تورث. اشنو؟ غتحل لكم ماشي الازمه، الازمات ديالكم، ازمه السكر، ازمه الدقيق، ازمه الثوم، ازمه البصله، ازمه الطابورات، طابورات على الحليب، على العدس وها رمضان جاي، الله يكون في عونكم. انا ديما شي الله يكون في عونكم، والله الا ديما كنقولها بالله، الله يكون في عون. فاش نشوف شي فيديو ديال الناس 5 الصباح 6 الصباح واقف على طابور على بوطه، دابا انا نمشي نجيب حتى 10 البوطات، لا ما غنشد لا طابور لا والو. شحال في الساعه دابا هادي؟ ديال 2 غنمشي غنجيب. اشنو دابا؟ الا مشى توقع اللي قلتو نتوما صافي، حيت دابا نتوما النظام العسكري ديالكم تيصور لكم او كينقل لكم واحد المعلومه غلطه بان راه هاد الازمه اللي كنعيشوا فيها حنا في الجزائر راه سببها المروك وسببها الملك محمد السادس. لا انا بعدا شخصيا والله العظيم حنا في المغرب كنعيشوا نفس الازمات، لا تقريبا حتى حنا عندنا الغلاء، عندنا ولكن ما كنشدوش الطابورات، ما كنشدوش الطابورات، كلشي موجود. كاين ارتفاع الاسعار كاين، ولكن عمر شي واحد كنت تهضر معاه في قهوه ولا سمعت شي حوار ديال المواطنين فيما بينهم قال لك سببنا الجزائر، يقول لك سببنا الجزائر، ما يمكنش يقول لك سببنا الجزائر.